مرحبا، أنا براكاش جوران، جراح الأوعية الدموية في مستشفى أبولو هيلث سيتي، حيدر أباد. موضوعنا اليوم هو متلازمة ليرير، والمعروفة أيضا بمرض انسداد الشريان الأورطي الحرقفي. بشكل أساسي هو انسداد الجزء البعيد من الشريان الأورطي بالإضافة إلى الشرايين الحرقفية المشتركة الثنائية. عادة ما يحدث هذا عند المرضى المدخنين المزمنين، وأيضاً يمكن للمرضى كبار السن أن يصابوا بمتلازمة ليرير. أما الأسباب الأخرى فهي تشمل المرضى الذين يصابون بأمراض تخثرية أو لديهم قابلية لتطور أمراض تخثرية، والمرضى المصابين بأمراض الشرايين التاجية، أو المرضى الذين لديهم جلطات داخل القلب. هذه هي أكثر الأسباب شيوعاً لتطور متلازمة ليرير أو مرض انسداد الشريان الأورطي الحرقفي. يظهر على هؤلاء المرضى ثلاثية من الأعراض والعلامات، وأهمها العرج في منطقة الأرداف والفخذين، وهذا يعني أن المرضى سيشعرون بألم في منطقة الأرداف وكذلك الفخذين عند المشي. ويمكن أن تتفاوت المسافة من 10 أمتار أو حتى أثناء الراحة إلى 500 متر أو أكثر، لذا وبناء على المرحلة أو الأعراض يجب علاج المريض. أما العرض الثاني فهو غياب النبضات الفخذية الثنائية عند الفحص السريري. عندما يأتي المريض إلى المستشفى وعند الفحص نلاحظ عدم وجود نبض فخذي في منطقة العان، وهذه هي العلامة الثانية. أما العلامة الثالثة فهي ضعف الانتصاب، ويشتكي المريض من ضعف الانتصاب. وتسمى هذه الثلاثية من الأعراض والعلامات بمتلازمة ليريش. فكيف نقوم بتقييم وتشخيص متلازمة ليريش؟ عادة عند الفحص السريري أول مؤشر هو غياب النبضات الفخذية مع وجود أعراض ألم في عضلات الأرداف والفخذ أثناء المشي، وشكوى المريض من ضعف الانتصاب. بعد ذلك يمكننا مباشرة إجراء تصوير مقطعي محوري للأوعية الدموية الطرفية، حيث نستطيع رؤية تدفق الدم إلى الجزء البعيد من الشريان الأورطي وكذلك إلى الطرفين السفليين، ويمكننا تحديد مكان الانسداد. قد يكون الانسداد قصير المد أو طويل المد، أو يمتد من تحت الكلى حتى الشرايين الحرقفية. فماذا نعالج في مثل هؤلاء المرضى؟ هناك خيارات علاجية تعتمد على طول الانسداد وتركيبة الأوعية الدموية وطبيعة الانسداد. في الحالات التي يكون فيها الانسداد قصير المد، أي إذا كان هناك انسداد قصير في الشريان الأورطي وكذلك الشرايين الحرقفية العامة، يكون الخيار هو إجراء رأب الوعاء ووضع دعامات في الشرايين الحرقفية الثنائية، والمعروفة أيضا باسم رأب الوعاء بالدعامات المتقابلة كيسن ريستنت أنجيوبلاستي. هذا الإجراء سيخفف الأعراض، ويمكن للمريض أن يتحرك في نفس يوم العملية. عادة ما تكون فترة التعافي في اليوم الأول نفسه، ويمكن للمريض العودة إلى المنزل في اليوم الثاني بعد العملية. إذا كانت الآفات طويلة المد، أي إذا كان هناك انسداد في جزء طويل من الشريان الأورطي وجزء طويل من الشرايين الحرقفية، فإن الخيار القسطري الداخل الوعائي لا يكون ممكناً. في مثل هذه الحالات يجب علينا إجراء جراحة تحويلية مفتوحة، تشمل عملية التحويل الجراحي تحويلة من الشريان الأورطي إلى الشرايين الفخذية أو الحرقفية، حيث نقوم بفتح البطن. نقوم بعمل شق جراحي في البطن لاباروتومي، ونكشف الجزء السليم من الشريان الأورطي تحت الكل، وفي منطقة الفخذين نفتح الشرايين الفخذية في الجهتين، ثم نضع رقعة صناعية. الرقعة الصناعية تكون على شكل حرف واي أو واي مقلوبة، حيث تحتوي على جسم رئيسي مع طرفين يمتدان إلى كلا الساقين. فيتم توصيل الجسم الرئيسي للرقعة بالشريان الأورطي البطني تحت الكلى، ثم يمكن تمرير طرفي الرقعة عبر التجويف خلف البريتواني وإنزالهما إلى منطقة الفخذ، حيث نقوم بتوصيل كل طرف في كل جهة إما بالشريان الفخذي العام أو الشريان الفخذي السطحي. فعادة عندما نجري العملية الجراحية المفتوحة يحتاج المريض للبقاء في العناية المركزة ليوم واحد على الأقل، وفي اليوم التالي يجب نقل المريض إلى الجناح، ثم يمكن إبقاء المريض في المستشفى لمدة يومين أو 3 أيام. بمجرد أن تختفي أعراض البطن لدى المريض ويستقر الشلل المعوي، يمكننا البدء في تحريك المريض، وغالباً ما يمكن خروجه من المستشفى في اليوم الرابع أو الخامس بعد العملية. أما بالنسبة لنتائج هذه الإصابات أو نتائج مثل هذه الأمراض، فهي عادة تكون أفضل إذا قمنا بإجراء تطعيم الشريان الأورطي المفتوح ثنائي الفخذين. وإذا لم يدخن المريض بعد العملية، فإن عمر بقاء الطعم يمكن أن يصل بسهولة إلى 20 سنة. لذلك حسب عادات المريض والأمراض المصاحبة له،
تختلف النتائج. إذا كان المريض ممتنع تمامًا عن التدخين والكحول، فإن نتائج العملية تكون أفضل، سواء كانت جراحة تحويلة مفتوحة أو رأب الأوعية الدموية بدعامات متقابلة.